لو العلامة مسجلة في دولة زي السعودية، هل ينفع أقاضي بيها حد في مصر أو في الإمارات أو في الكويت؟ طبعا ما ينفعش إلا لما يكون العلامة دي مسجلة داخل نطاق الدولة اللي أنا عايز أشتكي الحد ده فيها أو الحد يبلدني فيها. بمعنى إن القانون بتاع العلامات التجارية محدد إن في نطاق مكاني للتسجيل. النطاق المكاني للتسجيل ده بيكون داخل الدولة اللي العلامة متسجلة فيها. لو علامة متسجلة في فرنسا بيكون نطاق حمايتها داخل فرنسا فقط. لو علامة مسجلة في الصين ما ينفعش اشتكي بيها حد في مصر واقول ان انا مسجلها في الصين فهشتكي حد بيها في مصر، ما ينفعش، لان نطاق حمايتها هو نطاق مكاني مربوط بالمكان اللي العلامة اتسجلت بيه. فبالتالي لما بحب احمي علامة تجارية، لو انا هشتغل بيها زي ما قلنا في الفيديو بتاع التسجيل الدولي، لو انا هشتغل بالعلامة دي وانا شركة مصرية واشتغل بالعلامة دي داخل الامارات، لابد ان يتم تسجيل العلامة بتاعتي داخل نطاق دولة الامارات عشان اكتسب الحمايه القانونيه داخل الامارات، لان حمايتها القانونيه داخل مصر تسجيلها بمصر بيكون بيديك حمايه قانونيه ليها داخل دوله مصر فقط، والعكس لو هي مسجله في الامارات نطاق حمايتها بيكون داخل الامارات فقط.